السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في مطبخ ام علي. النهارده هعمل لكم ان شاء الله وصفه حلوه جدا وخفيفه وسهله، وكل مكوناتها موجوده عندك في البيت. من سهولتها هتقومي تعمليها دلوقتي ومش هتبطلي تعمليها. قبل ما نبدا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، ونبدا في الوصفه بتاعتنا. وربنا يسعد قلبك يلا تحطي لي لايك وتعملي اشتراك في القناه. خفيفة وسهلة وحلوة قوي واحلى من الرز بلبن. نبدأ. اول حاجة معايا نص لتر لبن، ومعايا معلقتين سكر، ومع 3 معالق نشا، وكوباية شعرية. في حلة كده على النار يا حبايب قلبي، نحط حلة بتاعتنا الجميلة كده على النار تسخن. انزل بشوية زيت ومعلقة زبدة عشان ما تتحرقش. زيت ابيض كده ملوش ريحة، هحط شوية كمان ومعلقة زبدة عشان الزبدة ما تتحرقش مني. الزبدة تسيح، زبدة سمنة الموجود عندك تسيح كده، انزل بكوباية الشعرية، اقلب بقى كده كويس. الشعرية تصفر معانا كده، يبقى لونها ذهبي جميل كده. وصفة خفيفة وسهلة وصحية وهتعجب الولاد قوي. اقلب كده كويس، انزل بقى بمعلقتين سكر كده، هيخلوا الشعرية تحمر معاكي بسرعة وتكرمل كده ويبقى طعمها تحفة. اقلب كويس جدا. اهي اصفرت معايا، اهي خدت لون ذهبي جميل كده زي ما انتوا شايفين. انزل بكوبايتين مية، دي واحدة، كوباية كمان. خلوا ايديكوا بعيد يا جماعة عشان هي بتفور كده لفوق. اقلب بقى كويس واسيبها كده تاخد غلوتين كده، تشرب المية دي كده شوية. اهي معانا شربت المية، بتغلي معايا اهي. هدوب بقى السكر والنشا في اللبن. معايا 3 معالق سكر، دول غير المعلقتين اللي انا حطيتهم على الشعرية، يعني كده كله 5 معالق. وبرده السكر بيبقى حسب الرغبة، يعني بتحبيها مسكرة خفيف، السكر خفيف شوية زي ما انت عايزة. انزل بالسكر والنشا على نص لتر لبن، واقلب كويس لحد لما النشا تدوب كده. اقلب كويس كده كله يختفي، كله يختلط مع بعضه. هروح على النار، انزل بايد واقلب بالايد التانية كده عشان ما تكلكعش معايا. اقلب كويس من تحت لفوق كده. اقلب لما كله يدوب مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. هسيبها بقى تغلي كده. انزل بكيس فانيليا كده بيديلها نكهة وريحة حلوة قوي وطعم جميل. واقلب تاني. دلوقتي بتغلي معايا هي، تقلت بقى لما توصل للقوام المناسب كده زي ما انتوا شايفين. هغرف بقى في اطباق بقى، في كاسات زي ما انت عايزة. غرفتها هون يا حبايبي، وكان عندي شوية سوداني كده كنت طحناهم في الكبة. حطيتهم كده على الوش. ده حسب الرغبة، لو مش عايزة تحطي براحتك عادي، عايزة تحطي مكسرات تانية عادي اللي يريحك. دول شوية سوداني برضو بيخلوا الطعم حلو قوي، متحمصين كده وانا ضربهم في الكبة وكانوا عندي. اهي قدامكم اهي، طعمها تحفة وشكلها يفتح النفس، وخفيفة قوي جميلة، مش هتبطلوا تعملوها من سهولتها وحلاوتها. دلعوا الولاد كده واعملوا لهم شوية حاجات حلوة. احنا في ايام حلوة كده، من ايام الامتحانات خلصت، وربنا ينجح اولادكم كلكم. والسلام عليكم.